ان انت تبقى رايح مكان ومحضر برزنتيشن ومؤسسه على فكرك وعلى معتقداتك وعلى اللي انت شايفه صح وعلى اللي انت شايفه مغري بالنسبه للعميل، ويتضح ان انت بنيه على حاجه غلط او مش هو ده اللي العميل عايزه خالص. لازم الاول ما تكبرش، يعني لازم تبقى انت فاهم لا احنا كنا فاهمين الدايركشن بشكل مختلف يا جماعه، احنا كنا فاهمين ان انتوا عايزين تروحوا في المنطقه الفلانيه، لا خلاص انسى الكلام ده كله. ان انت بقى هنا تبدا ترتجل وتلحق الميتنج قبل ما يروح منك، او تلحق البرزنتيشن دي قبل ما تروح منك، او تلحق الديل قبل ما يروح منك. انا بقول بقى هنا، فاكرين لما قلنا في الاقناع ان هي 70% شطاره وان انت بتتعلم حاجات و30% ملكه؟ لا احنا بنقلب الايه هنا بقى. انت اسست في البرزنتيشن ان انت مذاكر، حتى لو مذاكر غلط. انت اسست في البرزنتيشن ان في منتجات حقيقيه موجوده، وان انت كنت شايف زاويه من زوايا الكلاينت بشكل معين، حتى لو انت مش كنت شايف الزاويه الغلط بس ما زلت انت عملت ورك. فانت مؤسس لحد 30%، او انت مؤسس لحد ان انت موري له ان انت بذلت مجهود وان انت كنت كين وتعبت عشان تاخد الميعاد ده معاه، وصلت معاه. طيب هترتجل على ايه بقى؟ انت اكيد لما عرفت ان اللي انت بنيه غلط، فهو وضح لك الصح، هو وضح لك ايه اللي عنده، ايه احتياجاته. والله لا احنا انت جايب لنا حاجه مثلا ليها علاقه بالاعلانات بتاعه الاوت دور، واحنا عايزين اعلانات اللي بتاعه التلفزيون. ابدا طلع المعلومات اللي عندك ليها علاقه بالتلفزيون، ابدا افتكر سابقه الاعمال اللي انت اشتغلتها مع الحاجات بتاعه التلفزيون، ابدا شوف المنتجات اللي انت نفذتها، ابدا فكر في نوع اعلانات انت شفته نجح في السوق قبل كده، حتى لو مش انت اللي كنت عملته، وقول له انا شفت الكامبين ديت وكانت ناجحه جدا جدا جدا، احنا ممكن نبقى بنعمل لك حاجه شبيهه بكده، او احنا ممكن نبقى بنتبع نفس النهج دوت ونحاول ان احنا نوصل. ما ينفعش يبقى ده اول زبون في حياتك ولا دي اول برزنتيشن تعملها في حياتك وتقول لي انا هرتجل. اكيد مش هتعرف تعمل كده. لازم تبقى انت صاحب هيستوري كبير، لازم يبقى انت عندك سابقه اعمال قويه وعريضه، لازم يبقى التيم بتاعك قادر على انه يعمل. لان اخشى ما اخشى بقى ان انت حتى لو ارتجلت ومشيت معاك العمليه ما تقدرش تنفذ، ودي هتبقى جريمه اكبر، هتبقى كارثه. يعني لازم يبقى ارتجالك ده في نسبه دراسه معينه علشان توصل لمرحله ان انا بعد حتى ما ارتجل لو ربنا اكرمني وعديت هقدر انفذ بقى، هقدر احقق، والا هتبقى فضيحه. هو هنبقى نكلمك ده هو ما هوش رد، يعني ده دايما الناس بتبقى فاهمه ان هو حاجه سيئه. على فكره هنبقى نكلمك دي سلاح ذو حدين. هنبقى نكلمك دي فعليا هو مش عارف يرد عليك، يعني ممكن يبقى هو فعليا ما عندوش اللي يديهولك اجابه دلوقتي، ده مش معناه ان هو مش مهتم بالمناسبه. وفعليا ممكن لا هنبقى نكلمك ده الاسلوب المهذب في ان هو يقول لك طب تمام شكرا بس حاجتك مش مناسبه لينا، فالراجل بيحاول انه، فده في حد ذاته ما يتزعلش عليه، بالعكس انت كده زرعت بس مش لازم تحصدها بكره، انت ممكن الحصد دوت بعد سنه، بعد شهر، بعد 3 شهور، بعد 6 شهور. فهو فهم المنتج بتاعك وعنده البرزنتيشن بتاعك، وعلى فكره مش هينساه، وهيبقى عارف ان هو قابلك وقت ما هيحتاج المنتج بتاعك ده، او وقت ما يبقى عنده بادجت ليه فيرجع يكلمك. دي نمره واحد. نمره اتنين، لا لو بيسحب منك بالشياكه، لو بيسحب منك بالشياكه حاول ما تبقاش تقيل، يعني حاول لازم تخلع. لا هو الراجل بيستزوق وبيحاول يقول لك طيب ان شاء الله هنبقى نتصل بحضرتك او هنبقى نعرفك، فانت حاول تستزوق. طيب منين اعرف اذا كان في عندكم بريف جديد؟ منين اعرف اذا كان عندكم انتوا الماركتنج دايركشن الجديد؟ واضح ان انا المره دي ما كنتش على قدر المسؤوليه، او ما كنتش على قدر البرزنتيشن او احتياجات العميل. فانا ابقى عارف منين امتى بتطرحوا البيتشات الجديده، امتى بتطرحوا البريف الجديد، او ان انتوا بتشوفوا الماركتنج استراتيجي بتاعتكم الجديده، امتى نقدر ناخد مع حضرتك ميتنج تاني عشان خاطر ان انت تقول لنا تدينا فيه بريف عن ايه اللي انتوا هتعملوه الفتره اللي جايه، عشان نقدر ان احنا نبقى لما بنيجي نجهز لكم بعد كده برزنتيشن نبقى بنجهز برزنتيشن له علاقه بالمنجو. فحاول ان انت، مش عايز اقول تنسحب، حاول ان انت تتعلم ازاي تنسحب، وتتعلم ازاي لما تيجي تدخل تاني يبقى الوضع بتاعك مختلف. فده الشكل بتاع الانسحاب. الاقناع هو عباره عن ثقه بالنفس. هو احنا اتفقنا يا جماعه في الاول وفي الاخر انا مش هبقى مقتنع الا لما ابقى انا شخصيا عارف المنتج بتاعي كويس وواثق فيه وفاهمه ومذاكره وعارف فيه كل حاجه. اقناع يعني ثقه بالنفس. ما ينفعش واحد يقنع اي حد باي حاجه وهو مش واثق في نفسه. ما تفكرش مرتين في الموضوع ده. لو انت عندك مشاكل في الثقه بالنفس عمرك ما هتكون قادر على ان انت تقنع حد باي حاجه. ثق في نفسك. انت عشان تخلي الناس تثق فيك لازم انت تبقى واثق في نفسك. لو انت مش واثق في نفسك ومش واثق في منتجك ومش واثق في قدراتك ومش واثق في التيم بتاعك ومش واثق في قدرات شركتك الماليه مش هتقدر تنفذ. ثق وصدق في نفسك الاول قبل ما تطلب من غيرك ان هم يصدقوا فيك. لو انت مش مصدق في نفسك محدش هيصدقك. موضوع بسيط.